مبدئيا كده الفيديو ده اهم فيديو ليك لو انت في ثانويه عامه، عشان هقولك فيه تعمل ايه في شهر 11 وتبعد عن ايه، وكمان تبدا ازاي لو انت لسه ما بداتش. بس قبل ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده انا عايز اقولك ان شهر 11 ده المفروض تبدا تمسك فيه المنهج بجد. يعني لو انت كنت بتسخن في شهر 9 او شهر 10 المفروض في شهر 11 تكون بتجري. وخلينا بقى نبدا مع الحاجات اللي انت المفروض تعملها في شهر 11. يلا بينا. واول حاجه معانا لازم تثبت مصادر مذاكرتها. بلاش تتابع 4 مدرسين في نفس المادة، اختار مصدر واحد بس والتزم بيه، لان والله التشتت بياكل من وقتك ومجهودك من غير ما تحس. وتاني حاجة لازم تبدأ تحل كتير من النهاردة، لان الاهم من انك تذاكر كتير ان انت تحل كتير. الممارسة الكتير بتخليك تتقن المادة، وحرفيا عايز مني لو انت حتى بتذاكر ساعة واحدة بس لازم تحل بعديها. ما تقولش انا مش هحل يا سيدي، حتى لو بتذاكر 5 دقايق حل على ال5 دقايق دول بعد ما تخلص، لازم تحل، لان من بدايه شهر 11 لازم الحل يبقى معاك كل يوم في اي جزء بتذاكره. وتالت حاجه لازم تعمل لنفسك تقييم اسبوعي في نهايه كل اسبوع، وتسال نفسك انا خلصت ايه، ضيعت وقتي في ايه، وايه اللي انا محتاج اعدله الاسبوع الجاي، لان التقييم الاسبوعي ده هو ده اللي هيخليك ثابت على الطريق. يلا بقى نخش على الحاجات اللي انت لازم تبعد عنها في شهر 11. اولا بلاش مذاكره عشوائيه، بلاش تمسك الكتاب وتقول انا لسه هشوف اذاكر ايه، لا حط لنفسك جدول واضح كل يوم. بمعنى اللي انا حاطط لنفسي النهارده جزء انا محدده في ماده الاحياء وجزء معين انا محدده في ماده الفيزياء، يبقى انا هلتزم بمذاكره الجزء ده وهلتزم كمان بمذاكره الجزء ده. اذا يبقى انا حددت انا هذاكر ايه وهحل على ايه. لازم الفتره دي تكون كل حاجه انت بتعملها محسوبه بالشعره. ورقم 2 اوعى تقارن نفسك باصحابك. اوعى تقول صاحبي خلص 5 مواد في اسبوع واحد بس وانا كمان هعمل زيه. اوعى تعمل كده، لان كل واحد ليه قدراته الشخصيه. لان انت بمجرد اللي انت قررت اللي انت تذاكر 5 مواد في اسبوع واحد وانت دماغك مش مؤهله ان هي تستوعب الكم ده، انت كده هتحط نفسك قدام علامه استفهام كبيره. فشوف انت قدراتك تسمح لك اللي انت تذاكر ايه، وابدا ذاكر اللي قدراتك تاهلك ليه، عشان خاطر تطور من نفسك مش تعمل زي غيرك، عشان في الاخر غيرك بيوصل وانت لا. ورقم 3 اللي انت لما تيجي تراجع بتراجع حاجه انت مش فاهمها اصلا. بالله عليك قول لي بتراجع ايه؟ يعني انا نفسي نسالكوا السؤال ده، بتراجعوا ايه؟ انت فاتح الكتاب وبتقرا وعايز تقنع نفسك بالعافيه اللي انت فاهم، وعمال تقرا وتالف في صفحات وانت مش فاهم حاجه، وفي الاخر بعد ما تخلص مذاكره تقول هو انا نسيت ليه؟ هو انا ليه ما بنعرفش نحل؟ ودي كانت الاجابه على الناس اللي بتسال هو احنا ليه ما بنعرفش نحل. والحته دي مهمه جدا، عشان انت لما بتيجي تذاكر بتذاكر حاجه انت ما كنتش فاهمها من البدايه، والموضوع ده اللي مخسرك كتير وممشيك على عماك. فخلي بالك من التركايه دي. رقم 4 ودي اهم واحده فيهم واوعى تعملها في شهر 11، الا وهي التسويف والتاجيل. اللي انت تقعد تقول انا هبدا من بكره، ده فخ، والله العظيم ده فخ. الجمله دي اللي ضيعت ناس كتير في ثانويه عامه. انت حط في دماغك لازم تقنع نفسك ان النهارده هو اول يوم في الثانويه عامه، مش عدى شهر 8 و9 و10 واحنا في شهر 11 والسنه بتجري. الكلام ده مش صح. انت دلوقتي اول يوم في السنه، وهو ده الوقت اللي انت لازم تشد نفسك فيه. واوعى تقول هبدا من بكره، اظبط جدولك من دلوقتي. ومن هنا نيجي للسؤال اللي محير كل الناس، ازاي اعمل جدول ليا؟ صلي بينا على النبي. هتخش دلوقتي على جروب التليجرام الخاص بينا بتاع الثانويه العامه، واللينك بتاعه انا حطيته لك جوه على قناه اليوتيوب بتاعتي. هتخش على قناه اليوتيوب وهتدوس على الوصف، هتلاقي كل اللينكات بتاعتنا، لينك قناه الفيسبوك، لينك قناه التيك توك، لينك قناه التليجرام. والتليجرام دي اهم واحده فيهم. خش انضم للجروب عشان زمايلك هناك بينزلوا ملخصات مهمه وجداول اسبوعيه. اوعى يفوتك الفرصه دي. ده غير ان انا على الجروب بنرد عليكم بنفسي، يعني انا متابع هناك على قناه التليجرام كل حاجه، ولو عندك اي سؤال بتساله لي انا برد عليك فورا، وكل ده ببلاش من غير ما تدفع جنيه واحد. فاستغل الفرصه دي وخش على قناه اليوتيوب، دور على اللينك ودوس عليه وخش انضم لنا على جروب التليجرام. تعالى بقى اقول لك تعمل ايه لو انت لسه ما بداتش خالص، لسه ابيض. بص انا عايز اقول لك على حاجه، مفيش اي حاجه فاتتك، اقسم بالله. غيرك فاقوا بعد نص سنه ودخلوا كليات طبيه، فانت لازم تبدا من دلوقتي حالا بابسط ماده. شوف الماده اللي انت بتحبها وابدا بيها، افتحها كده قدام عينيك واستهدى بالله وابدا اول كورس فيها. دور على قنوات اليوتيوب، هتلاقي مدرسين ياما شاطره وبتشرح المناهج كلها. فانت افتح اول درس قدامك وشوف الفيديو بتاعه على اليوتيوب، اتفرج على الفيديو كله وركز مع المدرس لحد ما تشرب الدرس، وبعد كده اقفل الموبايل وخش اقرا الدرس من الكتاب. بعد ما تقرا من الكتاب خش حل عليه شويه اسئله، اقسم بالله هتفرم المواد كلها. ولو عملت اللي انا بقول لك عليه ده صدقني بعد اسبوع بالظبط هتلاقي نفسك دخلت في المود ومش قادر توقف. وهقول لك تاني شهر 11 اللي احنا فيه ده الانطلاقه الحقيقيه، والطالب الذكي اللي هيستغل الشهر ده لصالحه هو ده الطالب اللي هيسبق الكل اخر السنه. لكن اللي هيكمل تسويف وتاجيل هيتعب جدا 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 بعد كده. اوعى تكون من الفئه دي. وانا دايما ويشهد الله على كلامي، انا بحب دايما في فيديوهاتي امشي بمبدا الكريدابيلتي، المصداقيه. عمري ما ضحكت عليكم، لاني انا مش متخيل ان هيجي يوم من الايام بجد والثقه اللي ما بيننا تتفتت او تقل 1%. الكلام ده ما يرضينيش، عشان كده انا بقولك على كل حاجه، انا بجيب لك من الاخر. ده حتى الجروبات اللي انا عاملها لكم ببلاش، في ناس عامله لك الجروبات بريميوم،
محتوى مدفوع بفلوس، لكن انا اعمل لكم كل حاجه فري، كل حاجه لوجه الله، ويعلم الله ان انا مش مستني من اي حد حاجه. انا بعمل كل حاجه لربنا، والناس اللي عارفاني كويس هتشهد على الكلام ده في الكومنتات. فانت ابدا من النهارده وخطط واشتغل بهدوء، وكل يوم بقى انا عايزك تشوف انجازك وتفتخر بنفسك حتى لو الانجاز ده بسيط. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده قويه جدا وهتنفعك باذن الله. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات ناوي تعمل ايه في شهر 11، وخلينا بقى نساعد بعض عشان كله يوصل للهدف بتاعه وكله يعرف يحقق احلامه بسببك انت. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.